السلام عليكم حبابي كاملين اغلى متابعين. غادي نطيب لكم اليوم واحد سيدي مولاي الطويجين كيجي من ألذ ما يكون. نغير شويه في الطرح ديال الفيديوهات ديالنا، نقترح عليكم اليوم واحد الوصفه ديال الكتف في الطاجين. انا عاده ملي كتكون راشقه ليا ونكون مساليه يعني عندي الوقت كنبغي نطيب في الطاجين، وتحديدا هذا الطاجين هذا اللي كيكون ديال الطين، ماشي داك الطين اللي مصبوغ او مجلج. هذا الطين العادي. فاي وصفه درتوها فيه ولو تكون ناقصه في المكونات او لا ناقصه في العطريه كتجي بنينه ورائعه. عموما طيب الطاجين كله كيجي زوين. اليوم غادي نقترح عليكم الكتف ديال الغنمي في الطاجين، يكون فتي ويكون باقي صغير. كيجي طيب مزيان، يعني كيدوب وكيجي زوين. طيبوه في الفاخر يعني في المجمر، وإلا ما كانش عندكم ديروا ليه بوطه ونقصوها بزاف وخليوه يطيب على خاطره. ها هو الكتف ديالي من بعد ما غسلته وقطعته ستفته في الطاجين ديالي هكا كيف كتشوفوا، وغادي ندير ليه العطريه ديالو التوابل اللي خاصه، وغادي نخليه يطيب نسد عليه وننساه يطيب على خاطره. ولكن مره طلعوا عليه حتى تلقاو دوك الحيمات طابوا، او لا خاصو شي ميها ولا شي حاجه كتزيدوها ليه. مهم التوابل اللي كنحتاج في هذا الطاجين هذا، غادي نحتاج عاشق كبيره ديال سكينجبير، عاشق صغيره ديال البزار باش ما يجينيش حار، عاشق ديال كبيره ديال الكركم او الخرقوم عرق، وعاشق كبيره ديال المروزيه. ها هي العاشق اللي تنعبر بها، يعني ماشي شي عاشق كبيره. وعاشق ديال القزبر، والملحه كتبقى على حسب الذوق، وثلاثه فصوص ديال الثوم محكوكين كنضيفهم لهذاك اللحم اللي عندي. اللحم راه طري وجديد وزوين. غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويكك، يعني ما غاديش ندير بزاف، خصوصا ان هذا اللحم هذا راه غادي يطلق حتى هو ليدام ديالو وغيعسل المرقه ديالو، ما يحتاجش انني ندير الزيت بزاف. تقريبا واحد مقدار عاشق كبيره ديال الزيت او الاقل كاع، غير واحد شويه. ونزيد واحد شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس صغيور ديال اتاي، ونخلي هاد الحيمات يطيبوا على خاطرهم حتى كيوجدوا لينا. ها هي الزويته زدتها، وغادي نزيد ايضا 4 ديال البصلات. غادي نشلضهم بطريقه عشوائيه، ما يهمش الطريقه ديال التقطاع ديالهم، لان هادو غيدوبوا يعني غيعسلوا لينا هذاك اللحم وغيدوبوا. هاد البصله ما غتبقاش دايبه. ونسد على الطويجين ديالي ونخليه يطيب حتى يطيب على خاطره، عاد نحيدو على النار. ها هي الحيمات ديالي وجدوا. عندكم نتوما حريه الاختيار، تخضروا بطاطا فريت او بالبرقوق مع السل او بالمشماش او باي حاجه، كيجي طبق من ألذ ما يكون وبصحتكم وبراحتكم. وللكوتي او دوازاتي درت هاد الكيكه ديال الزبره، كتجي حتى هي زوينه رائعه. العجينه كنقسمها على جوج، النص كنخليه كما هو، النص كنزيد ليه الشكلاط، وكنبقى ندير شويه من الشكلاط كنكب هنا الفوق على هاد الكيكه اللي كتكون مسدوده من الفوق، شويه شكلاط شويه البيضه شويه اللي بالشكلاط، حتى كنكملها وتندخلها الفران سخون. كتجي فنه يعني. انا غنوري لكم ملي غطيب وغتشوفوها كيف كتجي. وها هي الكيكه ديالي كتجي منفوخه وطالعه زوينه. يا سلام، تشوف لي الطريقه كيفاش غادي نزوقها من الفوق باش نقدمها للتقديم. ساهله، كندير فيها غير كاس ديال الزيت، كاس سنيده، 4 ديال البيضات، 2 خمارات ودقيق حسب الخليط. ملي كنخلطها وكنجمعها كنقسمها على جوج، نص كندير فيه الشكلاط ونص كنخليه بيض، وكنبقى ندير شويه بيض شويه شكلاط، هكا تنخوي في الوسط على داك الفوقانيه ديال المول حتى كنكمل وتنطيبها، تندخلها الفران تجي بهذا الشكل. يا سلام. انا غادي نزوقها وغادي نوريكم كيفاش كتجي. للاسف الوليدات ما خلاونيش تنزوقها، زربوا عليها، ولكن واخا هكاك، واخا ما درت ليها لا شكلاط لا حتى حاجه من الفوق، ها هي تتحدث عن نفسها. شوفوا كيف جات على مزويناتها لذيذه. يا سلام، وطيبه مزيان، وحتى الزواق ديالها مغري ومشهي، كتجي من ألذ ما يكون. نتمنى حتى هي تجربوها. واخا درت لكم وصفه في دقائق يعني مزروبه فيت ما وريتكمش داكشي بالتفصيل الممل، ولكن راه تبارك الله وصلها نبيع لكم كلكم كتفهموا غير بالغمزه. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم او الوصفتين ديال اليوم يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم، ودائما دعموني بالابوني وبلي جيم، وشكرا للمتابعه.